الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. برایانی عزیز و خۆشەویست لە پرۆگرامی زاد قۆناغی یەکەم بابەتی ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گەیشتوینەتە تقریبا کۆتاییەکان لە پەڕەی 90 عام الوفود. فرمان سسوران. عام الوفود العام التاسع للهجرة. سمي العام التاسع للهجرة بعام الوفود، حيث بدأت وفود القبائل العربية في التوافد على المدينة لإعلان إسلامهم ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عام وفود يعني صاري هاتني وفدكان بۆ خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. صاري نوعی کۆچی بوو و ئەفەرمێ صاري نوعی کۆچی بە عامی وفود دانرا، چونکە وەفدەکانی عرب، وەفدی قەبایلەکانی عرب لە دوای فتحی مەکەوە ئیتر هەمویان ڕوویان کردە مەدینە و إسلامي خويا راجعان وبيعتهم ببيغمبر صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كتاب السيرة أن عدد الوفود بلغ 60 وفدا، ذكر منها البخاري. بله برو. وفد تميم، ووفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة، ووفد نجران الذي لم يسلم ورضي بالجزية، ووفد الأشعريين وأهل اليمن، ووفد دوس، ووفد طي، وعدي بن حاتم الطائي، وغير ذلك. بله كتاب السيرة أواني كسيرة في غمرة نوسية صلى الله عليه وسلم هني كان عدد جماري أو وفدانيان بشصت وفد تومار كردوا. إمام بخاري أماني باس كردوا وفد تميم، وفد عبد القيس، وفد بني حنيفة، وفد نجران أواني كمسلمان نبون ولم رازيبون كواد جزية بدن، وفد أشعري كان، وفد أهل يمن، وفد دوس، وفدي طيء كعشيرتي حاتمي طيب، وهروها عدي كرشي كدعيبة نياهات لقال كسيكا وغير أمانش وفدي تر زوربون. حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس. بلي أمجا لصالي نوي كوتشي في غمري خاص الله سمخوينا شبو حج أو صالة لجاتي خوي أبو بكري كرد أميري حج مخوي هذا هنقاوي كبو خلافتي أبو بكر. العام التاسع من الهجرة لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ولكنه اعتمر فقط، وأمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج، فخرج في ذي الحجة إلى مكة على رأس 300 من الصحابة ومعهم 20 بدنة، ونزلت سورة براءة التوبة يوم النحر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا برسالة إلى الناس مفادها لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وهذه المفاصلة مع المشركين كان قد آن أوانها بعد 22 عاما من الدعوة والنبوة والوحي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجي صالي نوي كوتشي خوينا رويش بو حج بلام هر عمريكي كرد بيش لو صالة يعني هر عمريكي كردو بس. وأبو بكر نار حج بخلكي بكا جاء أبو بكر لمانجي ذي الحجة كوت الربا لو مكة سياسة صحابي لقل أبو ولقل خويانا بيس وشتريان برد بو هدي بو حج وسورة براءة واتا توبة للروجي قربانة دابزي جاء پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم هر لو کاتانا علی نارد نامەیەکی لە پێغەمبەرەوە گەیانە خەڵکی ئەمە نامەکە بوو کەوا بەهەشت تەنها ئیماندارە چێتە ناوی، جگە لە ئیماندار کەس ناچێتە ناوی، و لەمڕۆ بەدواوە ئیتر کەسی ڕوت و قوت بە دەوری کەعبەیە نابێت تەواف بکە، و لەم ساڵە بەدواوە ئیتر مشریک نابێ بۆ حەج بێت، و هەر کەسێ لە بینی ئەو لە بینی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم عهد و پەیمانێک هەبێ أو تامديك يعني أو حتى مدي خوي عهد بيمانك أروى، وإلا يتر إنزال آخر دائت اللي يسودا كوتايهات بشركوا مشركين. طبعا ما مفاصلة بو يعني يكلا يكردنا وبو لبيني بيغمروا مشركة كان لبين أصحابه ومسلمان ومشركة كان شو كده تركاتياتوا دعاء بالسدو صال لا دعوة ولا بانجواز أو عن حر لا ربنا وهر لسر رجال أنا ده يتر كوتايبيات تواويتر. بالله. حجه صلى الله عليه وسلم حج كردني في غمري صلى الله عليه وسلم لصالي دي
العام العاشر للهجرة حجة الوداع ناويش نرى حجي مال آوائي چونکە آخر حجي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم پیغمبر دوای وفاتی کرد. خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل ادهن وتطيب فبات بذي الحليفة، وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليل آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأحرم بها قارنا. طبعا يكم حج آخر حجي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دوای کوچ لا صالي دای کوچی بو وتمان لسخوي صالي هشت فتح کرا مكة ایتر حج كوت صالي نو لابرين صالي نو ابو بكر نار لصالي دا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم خوي کردی لا ينزل پیغمبر وفاتی کرد يعني پیغمبری خوا یک حج کردوا او حاجه ككردي لما كدر شو پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لمدينه پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لمدينه درچو او حاجه طبعا كناو نرى حجه الوداع دواي نهارا بروج درچو دواي اوي ك قجوسري يعني ريشوسري شانكر ورون يعني روني دالس سروريشي وبون خوي بون خوش كرد الذي الحليفه معيوا لذو الحليفه معيوا وفرموي امشو كسيك للاين پروردگار مو هاتو بولام بي وتوم لناو ام دوله مباركه نيجبك ونيتي عمره وحج بيك وبينا بل عمره في حجه يعني عمره داخل بحجه او بي وتري قيران پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم عمره وحجي بيك وتيكل كرت لو حجيا ماله يعني احرامي نكر دو حتى طايف ماله بيك احرام خويا مس سيجور حج مان هي تمتع مان هي قيران مان هي افراد مان هي تمتع ويا كبيشا عمرك اكيت وخوت اكيت وتاروجي تربيه وجالي كتر احرام بسيطه ولو بين اسراحتك يعني تحللك او زوربي اهلي تمتع زوربي خلق ارون اس تمتع كان وفي غمر خوش امري بيكردو كتمتع بكي بايما يعني بس خوي لبروي هدي بيبو خوي قيراني كرد قيران يعني هردوي عمرك وحاجه كي بيك وبس حتى وكو روجاني منايش توابو خوي نكردو في غمر حتى منا خوي نكردو في غمر صلى الله عليه وسلم يعني تاروج احرامي دانا كان تاروجي ججن هو بيوتري قيران افرادش مان هي بس حاجه كي دواي وعمرك ام دو جورا هنا مان هي امس جورا حاجه مان هي يعني جورا كاني نيتك ماله. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة من كداء من الثنية العليا وطاف للقدوم فرمل 3 ومشى 4 ثم خرج إلى الصفا فسعى راكبا ثم أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة. ماله جاء پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم جيشت مكة للرجي يكشما بيانيكي لمنطقي كداء للثنية عليا وهاتناو مكة لوي طوافي قدومي كرد سيجار لحو جارك سيجاري با هرولبو وچوار جاريشي با ريكردني آسايبو ام جا جيشت صفا يعني روجد وصفا لوي السعي بين صفا ومرواي هربا بسواري مشتركة كرد بسواري كرد ام جا پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم ام ديكرد بواني كهديان بينيا كوا خويان كنوا يعني بيكن بالتمتع ماله. فلما كان يوم التروية توجه خوي وأوانيشي كهديان بيبوها بردوان بون لسر نيتك يعني لسر إفرائينك قرانك ماله. فلما كان يوم التروية توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها وصلى بها الصبح. كاتي روجي هشتي ذي الحجة هات سرا كبيوتي روجي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم كوت الربو منى بون نزيكي نيورو قيشت منى لبين يجي نيورو عسري بيك وكرد وهروها مغرب وعشايشي بيك وكرد لمنا ما يوها تاوكو نجي بياني شكرت. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وضربت قبته صلى الله عليه وسلم بنمرة فأقام بها حتى زالت الشمس فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. كاتي خور درشو خوري روجي نويمي ذي الحجة يعني كروجي عرفة پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم كوت نرب لقال صحابة كان برو عرفة إلى منى بلا وقبيكي لنميرة كي سبي وتري مسجد نميرة لبا قبيك يعني شادري كان بيداخي كان بو پیغمبر خدا هلدا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم لبا ما يوح حتى زالت الشمس
يعني حتى حتى نيورو لاربو يوخول لنا راسي أسمان جاء خطبي بو خلقي دا ونيوجي نيمرو ونيوجي عسري بيك بانو دو قامت كرد خطبي جمعنو يعني بلي هنيكا بلكو هر خطبي يعني نيوجي نيمرو يعني كرد بس خطبي عرفه يعني يسمى خطبي عرفه مشهورة أمجا ثم راح إلى الموقف فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس. بلى أمجا رويشتا موقف يعني لعرفة نزيكي أو تبولكيا كاللي هي اللي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دسي كرد بدعاء كردن وتهليل وتكبير كردن حتى خور لا ربو برو خور آوابون. ثم دفع إلى مزدلفة بعد الغروب وبات بها وصلى الصبح ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر. أمجا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لقل أصحابه كان كوتنا الريبرو لدواء خور آوابون طبعا نيوجي عنا كرد كوتنا الريبرو مزدلفة إلا مزدلفة اللي بين نيوجي طبعا مغرب وعشاء كرد لي رباس نكراوه بس وابو أمجا نيوجي بيانيشان اللي بكرد أمجا شو مشعر الحرام كإتر لمزدلفة دلت شي برو مينال اللي حتى وكو دنيا تواو روناق بيوا يعني لدواء نيوجي بياني يعني طبعا أحسن من مك شون فيديوهيك لبرشاود به يعني إذا ما حموي يعني ها برشاو كزور يعني زور يعني مؤثرة براسي زور كاري قرأ خوابي كانت نصيبي أولا ك نشون بوحج يعني براسي موقفك باس ناكري روحيتي أو موقفها هرجيز باس ناكري كاتيكيش هزبة لذتك كلي بعبيت بالفعل خط تطبيق كرد بيعمل. ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمر العقبة ب7 حصيات. عشان في غمري صلى الله عليه وسلم بيش خور درشون كوت الريبو منى بله فرمى الجمرة العقبة ب7 حصيات. طبعا هنا كيرت دعي رج ما كيرت دعي خور درشونك حود برد رمي كرت وفي 3 أيام التشريق كان يرمي في كل يوم منها الجمرات الثلاث ماشيا ب7 يبدأ بالتي تلي الخيف ثم الوسطى ثم بجمرة العقبة ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية. لروجي لو سي روجي كبيوتي أيام التشريق كفي غمري صلى الله عليه وسلم ليوم عيوه همون روجي في غمري صلى الله عليه وسلم رجمي جمرات يكرد لجمري بيشوك ودسي فيكرد تاوكو جمري عقبة هريكي حود برد يكم روش حود برد بو جمري عقبة دوام روش بيسو يكبرد حود بو بوشوك حود بو وسط حود تجبو جمري عقبة لسيم روجي شا طبعا هل بهمان شوا بيسو يكبر ديتر وهرسي جمركة أكاد تتشلونو برد أما الرجمي جمرات كوتاي بيهات بلا. ونحر صلى الله عليه وسلم يوم نزوله منى وأفاض إلى البيت فطاف به 7 ثم أتى السقاية فاستسقى ثم رجع منى ثم نفر باليوم الثالث فنزل المحصب وأعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. في غمري خاص صلى الله عليه وسلم هل أول روج كم روج كرمي جمري عقبة كرا هالدواء أو في غمري خاص صلى الله عليه وسلم هاد إن كان يسار بري هل روج كم روج منى بله أمجا رويش بو طوافي إفاضة بو بيت تقريبا نزيكي لقل منى نزيكي دا كيلومتر بينيتي لو طوافي كرت حاول طوافي إفاضة أو أمجا شو لسقايا كان لويك زمزم أوانا لوي آوشتي آماده كردو كوت نريه جاري كترات نوبو منا حتى سيروجك توابي للروج السيما داب زينة وجاري كتر برو مكة لو شوانيك شوني معنوي عن بو معنوي أمجا لو دع عايشة برد لا لو مزقوتوك يسابي وترم مزقوتي عايشة تنعيم ليو عايشة چونك هنا أبو لسوري مانغاني أبو عمره وشتكاني نكردبو تشو لبيوا لقال يا إني كدياي عبد الرحمن نارد ويني كرت عبد الرحمن نارد هو كوتو بيرم يعني كفي غمري صلى الله عليه وسلم لما كمان عبد الرحمن لقال عايشة نارد عبد الرحمن وعايشة شون عمري عايشة شي تواوكرت أمجا ثم أمر بالرحيل ثم طاف للوداع وتوجه إلى المدينة. أمجا أمري كرت كوا بكون الريه طوافي وداعا كرت وقرانا وبو مدينة. وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها.
ام حجه نام درابه حجه الوداع شو في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم اما المال اواي كردو حجي تري نكر. عمراته صلى الله عليه وسلم: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم هجرة شوار عمري كردوها هميان لمانجي ذي الحجاب وإلا ذي القعدة، عفوا هميان لمانجي ذي القعدة إلا أوي لقل حاجة كي لمانجي ذي الحجاب. بله. الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة 6 حينما صده المشركون عن البيت. يا كم يعني كبيه وتري عمري حديبية كنيكر في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم لصالي ششي هجرت بو لصالي ششي كوتشي كانت مشركة كان رجال لقدنا يعني رابراتنا مكة. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بعد إكمال عمرته. دوام يعني عمري قضاء أو كقضاء أو عمري بيشوي كرت أجر عمره بوايب يعني أو قضاء أولا دواي أو أبو في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم مكة وسير رجل ما يو عشان عمرك يتواكل وده شو. بله. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته أو عمري كفي غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم نقل حجة كردي أو عمري سيما. الرابع عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة. بله. أو كاتل حنين كجرانة لجعرانة نيتي عمري كرد في غمري خاص صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. عرفي غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم عمرة كردوها هم إلا ذي العقيدة قاعدة أبوه إلا أوينا بيك لقل حاجكات يكليكر كالذي الحجة أنجامدا أم عمرانا بريتين عمريك لحديبية عمريك لماني دواي أوا يعني لصالي دواي أوا عفوا عمريك لصالي دواي أوا وعمريك لجعرانة أنجامدا كاتك غنائم مكان حنيني دابش لماني ذي القاعدة وعمريكش لقل حجكها. بعد العودة من الحج دواي قرانوي في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش أسامة وجيش أسامي آماده كرد. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش إلى الشام بعد عودته من حجة الوداع ب2 أو أكثر. رأيك في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم دوما لحجة الوداع توابو قرايوه في غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم كردوا بسركرداتي أسامي كري زيدي كري حارثة كباوكي هر لو غزاي مؤتيا شهيد بو أمي كرد بقيادي جيش جاتي باوكي وأمري فيها كرد كوارو كاتب القان وفلسطين. بله. وجعل عليه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يتوجه إلى البلقاء وفلسطين فتجهز الناس وفيهم المهاجرون والأنصار. بله. وكان معهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبلغ عددهم 3000 ولكن هذه الحملة تأخرت بسبب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. بله. طبعا ما بقيادة سركرداتي أسامة بو وأمري بيان كرد بو شام وبو بلقان وفلسطين خلقك لقل لناهم جيشة بشداري بون لمهاجرون لأنصار روانا أبو بكر وعمر جماري أم جيشة نزيكي 3000 كسبو وأم جيشة لزماني بيغمرها يعني لحجياني بيغمرها نكو طره بهوي نخوشيكي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعا كوتم جاءوا بيغمر وفاتي كرد لباش بيغمر كأبو بكر بو بخليفة عمر زور رجاي كرد كوا أم سبايا نخاطره نروى سواكار وستابو بلام أبو بكر وتي سفايك في غمري خاص الله صلى خصبيتي الريه من ناتوان بيوسم إلا أبي بروح جاء أبو إمجال كيشكل ويا أبو أم سبايا أبو بكر وعمر شيتياه خليفين مسلمانانو عمر شيتياه وسامش سرك الدايات أبو إجازان لأسامة ورقرت كوا أبو بكر وعمر من ولا برئي شيء خلافة وأمان يعني ما بس ما وياك هو جاي شكل رويشت والحمد لله بس الكوتوش قرايه. وصلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.